الجولة التالتة والأخيرة والحاسمة وهي القوة الجسدية. وهنا قبل ما الرجالة يفرحوا أحب أقول لكم إننا هنقسمها لقسمين، وهي القوة الجسدية كقوة مؤثرة وفاعلة، والقوة الجسدية كقوة مستقبلة ومفعول بها. الرجالة ينفعوا جدا كقوة فاعلة ومؤثرة. مثلا الرجالة بتقدر تشيل حاجات تقيلة وبتفتح البرطمانات وكده، وكمان تكوينهم العضلي والعظمي مختلف جدا عننا. لكن الستات برضو قوتها بتاعة التحمل لا يستهان بها. يعني هما مثلا بيستحملوا آلام الدورة الشهرية والحمل والولادة والرضاعة وكل ده. فالقوة الجسدية هنا هتكون للرجالة نقطة، وقوة التحمل هتكون للستات نقطة. كده الجولة التالتة انتهت بالتعادل برضو، ولسه الستات متقدمة من أول جولة بنقطتين عن الرجالة. وهنا قبل ما نعلن انتصار الستات أحب أقول لكم إن ده كله كان تمهيد للماتش الحقيقي اللي هيبدأ دلوقتي، وهو إننا هنقارن بينهم في ظروف الحياة المختلفة